أهلا بيك يا صديقي الجميل في ملخص جديد. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لنا الاشتراك وتنضم لعائلتنا عشان نوصل لل1000 مشترك بقى وننزل بالأفلام الحصرية. بيبدأ فيلمنا بالمحقق يونج اللي بيصحى على خبر قتل جارته، ولما بيروح بيتها مع زمايله المحققين بيلاقي جوزها شكله غريب جدا شبه الزومبي كده، وبنعرف ان شكله ده بسبب انه كل مشروم سام. ولما بيكمل تحقيق بيعرف انها توفت ب20 طعنة، والجريمة حصلت في المزرعة مش في بيتها، وده بيكون واضح من شكل الجثة. فبيقرر ياخد زمايله ويروحوا المزرعة، وهناك بقى بيلاقي مكان غريب كده للسحر والشعوذة. في نفس الوقت ده بنشوف راجل غريب في الغابة بيحاول يفك غزالة مربوطة، لكن بيقع في حفرة ضخمة، وأول ما بيفوق بيلاقي راجل غريب قوي بياكل في جسم الغزالة دي. وفجأة الراجل الغريب ده بيقرب من الحفرة وبيهجم عليه. بعد كده بنشوف يونج وهو بيتكلم عن القضية مع صديقه في المكتب، وبيبقوا شاكين إن الراجل الياباني الجديد هو السبب في المصايب اللي عمالة تحصل في القرية دي. لكن فجأة النور بيقطع وبتظهر بنت بتجري قدام المكتب وبتختفي. بعد كده بيتحرق بيت في القرية، ولما بيروح يونج وزمايله للبيت بتظهر بنت بتجري وبتمسك في يونج، وبنشوف الراجل الياباني الغريب وهو موجود. بعد كده بتظهر بنت يونج وهي بتديله لبس بدل اللي اتبهدل في الحريقة، لكن بيفتكر ان البنت اللي كانت بتجري في الحريق هي اللي اختفت لما النور قطع في المكتب. تاني يوم بنشوف البنت المجنونة دي وهي شنقة نفسها على الشجرة، وبنعرف بقى من صديق يونج ان البنت دي اتجننت وبقت تمشي عريانة في الشارع من يوم ما الراجل الياباني الغريب ده اتحرش بيها. بعدها بيروح يونج يقعد مع زميله عند البيت المحروق، وهناك بقى بتظهر بنت غريبة بتحدف يونج بالطوب. فبيروح يتكلم معاها وبتحكي له عن تفاصيل الجريمة، وبتقوله إن الراجل الياباني هو السبب، وهوب بتختفي. لما يونج بيحاول يشوفها بيلاقي الراجل الغريب هو بياكل في الغزالة، وقبل ما يهجم عليه بيصحى يونج من الكابوس. كابوس بقى ولا حقيقة؟ ده اللي هتعرفه في آخر الملخص. وبيعرف من مراته إن بنته تعبانة وحرارتها مرتفعة. بعد كده بيروح هو وزميله عشان يحققوا مع الراجل اللي وقع في الغابة، وبيقول لهم على الراجل الغريب. فبياخدوه بيروحوا الغابة، لكن أول ما الراجل بيتكلم البرق بيصعق وبالسلامة. فبياخدوه يودوه المستشفى، وهناك بيشوفوا جوز الست اللي توفت وهو بيتحول لزومبي. وبعد ما بيروح يونج بيلاقي بنته بتتحول والعظم بيطقطق وبتقول خليه يبعد عني. تاني يوم البنت بتاكل بشراهة على عكس عادتها، فبتقول جدتها ليونج انهم لازم يروحوا الدجال. بعد كده بيروح يونج يقابل صديقه ومعاه ابن عمه الكاهن هان، وبيروحوا على بيت الراجل الياباني الغريب عشان يحققوا معاه. أول ما بيوصلوا بيقتحم يونج البيت وبيلاقي حاجات كلها عبارة عن سحر وشعوذة والكلام الغريب ده، ومعاهم صور الضحايا. لكن فجأة بيهجم عليهم كلب، وبيوصل للراجل الياباني البيت فبيعتذر يونج وبيخرجوا. لكن الغريب بقى إن جزمة بنته بتبقى عند الراجل ده، ولما بيروح البيت بيلاقي إن جسم بنته عليه طفح جلدي وعمالة تتعصب عليه وتزعقله. تاني يوم بيروح يونج وبيهدد الراجل الياباني ده وبيقوله يسيب القرية في خلال 3 أيام وبيخلص على كلبه وبيمشي. ولما بيودي بنته الدكتور بيقوله إن المرض بتاعها شبه اللي حصل للضحايا اللي فاتوا، بيبتدي بسخونية وبعد كده طفح جلدي وبعدها وفاة. الصبح بيصحى يونج على صريخ وبيلاقي خروف مذبوح متعلق قدام بيته، لكن الغريب إنه مش بيقدر يتحرك. فبيروح لدكتور علاج طبيعي، لكن لما بيعرف إن بنته مع جارتهم بيجري جري على بيت جارتهم دي، وللأسف ساعتها بتكون بنته أذت جارتهم بالمقص. فبيجيب يونج دجال عشان يشوف بنته وبيعمل جلسة طرد أرواح، وساعتها بقى بيغمى على بنت يونج. بيقول الدجال ليونج إنه هيعمل جلسة طرد أكبر، ولما بيحكي له يونج عن الراجل الياباني بيقوله الدجال إن الراجل ده شبح ولازم يتخلصوا منه. ساعتها بقى بنشوف الراجل الغريب في الغابة وبيلاقي جثة في العربية، فبيروح يعمل طقوس غريبة عشان يصحيه، وبتراقبه البنت المجنونة. وساعتها بقى الدجال بيعمل الجلسة اللي بتبقى هتخلص على بنت يونج، وبتطلب منهم يمشوا الدجال. فبيخرجوا يونج وبيطردوا من بيته، وبياخد بنته للمستشفى. بعدها بيقرر يونج انه ياخد رجالة ويطلعوا يخلصوا على الراجل الغريب، لكن لما بيوصلوا البيت
مش بيلاقوه، وبيهجم عليهم الزومبي اللي طقوس الراجل الغريب صحته من الموت. وبعد عركة معاه بيتوفى الزومبي لوحده بعد ما بيعض الكاهن هان. في نفس الوقت ده بيظهر الراجل الغريب، لكن بيلاحظ إن البنت المجنونة بتراقبه، فبيجري وراها عشان يخلص عليها، لكن للأسف بيخبطوا يونج وبيرميه من فوق الجسر في المية. بعدها بيروح لبنته اللي بتبقى تعافت وهترجع معاه للبيت. وبالليل بنشوف الدجال رايح على بيت يونج، لكن البنت المجنونة بتشوفه وبتبصله، فبينزف دم من مناخيره وكل جسمه وبيهرب من القرية. وهو في الطريق بقى بتظهر حشرات على عربيته، فبيعرف إنها إشارة وبيرجع تاني للقرية. وفي الطريق بيتصل على يونج وبيقوله إن الراجل الياباني ملوش ذنب والبنت المجنونة هي سبب كل اللي بيحصل، وبعدها بيقفل معاه. فبيجري يونج على بيته وبيكتشف إن بنته مش موجودة، والبنت المجنونة لما بيسألها عن بنته بتجاوبه على المكان، لكن بتنصحه إنه ما يروحش هناك لأنه لو راح بنته هتخلص عليه. وده بقى لأن الدجال والراجل الياباني بيشتغلوا مع بعض وعايزين يخلصوا عليه هو وبنته. وبتقوله إن الراجل الياباني شبح مش بيموت يعني، وبتعرفه إن لما شافه ما كانش كابوس ولا حاجة، وإنه أكل الطعم زي العبيط. ووقتها بيشوف الكاهن هان الراجل الياباني عايش بسلام في بيته، وبيهجم الشبح عليه وبيصوره، وبتبقى بنت يونج بتاكل بشراهة. بعد كده بتقول البنت المجنونة ليونج إنها عاملة فخ للراجل الياباني وهتخلص عليه، وبتعرفه إن أول ما يتوفى الديك هيصيح 3 مرات. فبيمشي يونج وبيقرر إنه ما يروحش لبنته، لكن في الصيحة التانية للديك بيتصل الدجال بيونج وبيطلب منه إنه ما يصدقش البنت المجنونة ويروح ينقذ بنته. وفعلا بيروح يونج لمكان بنته وبيلاقي جدتها متوفية، وفجأة بتهجم عليه بنته وبتخلص عليه. وفي النهاية بنشوف الدجال وهو بيدخل يشوف يونج وعيلته وبيصورهم، وبكده بنعرف إنه فعلا شغال مع الراجل الياباني. وهنا بينتهي ملخصنا، واشوفكم في ملخص جديد.